قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هو انت كنت عايز ايه يعني؟ انت دايما دبش كده، خسارة فيكي الاكل اللي كنت هعزمك عليه. اكل ايه؟ انا بهزر معاكي يا رمضان، ما بتعرفش تهزر ولا ايه يا ولا؟ العب باليه، كلبس بجنيه. هو في حاجة تانية؟ اصلا انا ما كنتش فاكر. في شيبسي وكاراتيه. اجهزي علشان اعزمك على اكله، انما ايه؟ بس اوعى يكون فول وطعميه. ربنا يسد نفسك يا شيخ. الهي يسد نفسك انت. بتاكدي الدعوه يعني؟ عموما هناكل اللي انت عايزاه. ايه رايك في الكشري؟ تصدقي بالله انا غلطان ان انا بخيرك. البسي ومش عايزه اسمع صوتك لحد ما نوصل. استنى يا لطفي، لازم اعرف. هو انا هخطفك يا بنتي؟ ارحميني بقى، ما حلتيش غير مراره واحده. ايوه صح، انا كنت حاسه ان انت راجل مافيا وكمان بتتاجر في اعضاء البني ادمين. الله يخرب بيتي. خلاص انا لغيت العزوم، ادخلي على اوضتك، مش عايزه اشوف وشي. والله ما يحصل. نص ساعه واكون جاهزه خلاص. هم 10 دقايق بس. لو ما جهزتيش نفسك هسيبك وامشي. لا قليل قوي. يلا علشان وقتك بيعدي. يلا. تيك توك تيك توك. زياد نزل ولينا اتأخرت عليه ثانيتين. اتأخرتي ثانيتين، صدقني ده رقم قياسي، بس انتي طالعة حلو. شكرا. ايه ده انتي بتتكسفي؟ ليه مش بنت ولا ايه علشان اتكسف؟ ست البنات طبعا. بحسب. اجمعي. ني هنمشي ولا لا يا خينا؟ اتفضلي يا اختي اركبي. لينا ركبت العربية وماشي ووقفوا قدام مطعم فاخر. ولا بلاش ناكل في المطعم ده. ليه بس؟ ده من احسن المطاعم هنا. لا انا مش عايزه اكل في احسن المطاعم، تعالى ناكل في اي حته تانية. ولا اقولك انا هختار. سوق انت وانا هقولك على الطريق. بس يا لينا يلا اتحرك. اوف لما نشوف اخرتها ايه. وصلوا عند مطعم صغير على البحر. دلوقتي بقى هتاكل احلى مشويات. يلا بينا ننزل. لا انا مش مطمنه. ليه بس؟ ده انا غلبانه والله. قوي كمان. قعدوا على ترابيزة جنب البحر وطلبوا الأكل وقعدوا ياكلوا. أوه الأكل جامد. طبعا يا ابني، مش اختياراتي. اللي يشوفك كده يقول إن انتي اللي عاملاه. لا أنا اللي جبتك على هنا. ابتسام ملح جميل. خليكي دايما بتضحكي، ومش بقولك كده علشان تبطلي ضحك. ماشي. لينا أنا عايزة أعترف لك اعتراف. لينا بتوتر. إيه؟ اعتراف ايه؟ أنا بحبك. يمكن أول ما شفتك أعجبت بشكلك بس لما قعدتي معانا فترة حبيت. وعمري في حياتي ما حبيت حد كده. كنت بحس معاهم إحساس غير كده، بس اللي حسيته معاكي غير أي واحدة أنا عرفتها. أنت حبيت قبل كده؟ مش عارف، يمكن أنا كنت مسميه كده، بس اللي حسيته معاكي مختلف. ومن ساعة ما دخلتي حياتي ما شفتش حد غيري. وانتي إحساسك من ناحيتي يا لينا؟ مش عارفة الحقيقة. طب هو انتي بتحبي حد تاني او في حد في حياتك؟ لا الحكاية مش كده، بس انا ما فكرتش فيها قبل كده. انت انسان شخصيتك جميلة وتتحب، كلامك ده يكفيني، وانا مش عايز منك اي حاجة تانية. انا حبيت اخد رأيك في الاول. ايه رأيك اننا نتخطب؟ لينا سكتت وما ردتش عليه. ماشي خلاص. وصلني رد. قومي علشان نمشي. لينا مسكت ايديه بسرعة. زياد موافقة. بجد؟ بجد. اوه بجد مش مصدق نفسي. دي احلى حاجة انا سمعتها منه. ومسك ايديها جامد كأنها هتهرب منه. ايدي. اسف ما خدتش بالي. يلا بقى نمشي علشان اتأخرنا. وصلوا البيت وكانوا كلهم هناك، وليا وشهاب كمان كانوا وصلوا. سيداتي سادتي، احب اقول لكم ان انا قررت اتجوز، وطبعا القمر العروسة. ايه ده؟ عرفتي منين؟ نظراتك واضحة يا باشا. هو انت يا بنت دايما قفشاني؟ اخويا بقى، اعمل ايه؟ الف مبروك. بقى كده يا لينا تخبي عني؟ لينا ما كانتش تعرف. كمان بقيت المحامي بتاعها من دلوقتي، زي ما شهاب المحامي بتاعي. الف مبروك. اختي مش هتلاقي احسن منه. كلهم كانوا بيباركوا لهم وبيهنوه. الف مبروك يا ولاد. ان شاء الله بكره اتكلم مع ابو لينا. بس انا عارف انت هتقولي ايه كويس، بس دي الاصول
ومهما كان هو باباكم. ماشي يا عم، اللي انت شايف. طلعت ليا اوضتها وشهاب طلع وراها. لا يا حبيبتي مالك؟ مفيش حاجة، بس خايفة بابا يرفض. ان شاء الله خير، ما تقلقيش يا عمر. يا رب. تعالي نامي يلا، الوقت اتأخر اوي. ماشي. تعرف ان انا بقيت مش برتاح غير في حضنك، وهو ملكك انتي وبس. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ولا منك يا نن عين. تاني يوم الصبح راح محمود عند ابو لينا. السلام عليكم، انا طالب ايدين بنتك لينا لابني زياد. الاولاد بيحبوا بعض، وانا جاي من باب الاصول علشان اطلب ايديها منك، وانا موافق على طلبك ده. يمكن انا ما قدمتش لولادي اللي انت قدمت. الفترة كانت صغيرة، بس انت عرفت تعمل اللي انا معرفتش اعمله. حسستهم بحنان الاب، وانا اللي كنت معاهم طول عمرهم بيخافوا مني. يمكن انا فقت بس متأخر. كل حاجة مع الوقت هتتصلح. تفتكر يمكن ولادي هيسامحوني؟ بناتك بيحبوك، بس اللي انت عملته معاهم مش سهل. يمكن لو طلبت منهم يسامحوك هيسامحوك. تعالى روح معايا بس، صدقني كل حاجة هتبقى تمام. وافق جلال انه يروح مع محمود، بس كان من جواه خايف. هو فعلا ندمان على اللي عمله مع بنات، وخايف ان هما يرفضوا يسامحوه. ووصلوا البيت، ومحمود طلب من زينب تنده ليا ولينا علشان باباهم يتكلم معاهم كلمتين. في حاجة حصلت يا عمي؟ بابا ما وافقش صح؟ الحكاية مش كده، ابوكوا حابب يتكلم معاك. بجد في كلام حابب تقوله؟ ويا ترى عايز تقول ايه؟ عايز فلوس مقابل موافقتك؟ لا يا بنتي صدقيني مش كده. بنتك بنتي وحتة مني كمان، بس انا السبب في كل حاجة انتوا حسيتوا بيها. سامحوني، انا عارف ان انا غلطت معاكوا كتير، ضيعت عليكوا كل حاجة، وفوقت متأخر اوي. بس بعد ما بناتي كبروا واتجوزوا كمان، هتسامحوا ابوكوا قبل ما الموت يجي وياخدني. ليه حطت ايديها على بق باباه؟ ما تقولش كده، مهما كان اللي عمل، بس انت ابونا وهتفضل طول عمرك ابونا. سامحيني يا بنتي. مش سامحاك يا بابا. جلال حضنها وهي بتعيط. كان نفسي من زمان قوي تاخدني في حضن. حقك عليا يا بنتي. وانتي يا لين مش هتسامح ابوكي؟ بابا. جلال مد ايده لين. تعالي يا قلب ابوكي، واخدهم هما الاتنين في حضن، وكانوا بيعيطوا وهو كمان بيعيط. انت بتعيط يا بابا؟ بعيط على ظلمي ليك. انا ظلمتكوا قوي، كفاية انك معانا دلوقتي. عمي جلال بعد اذنك بس، مش كفاية احضان ولا ايه نظامكم؟ انت بتغير عليها مني؟ دي بنتي يلا. لا يا عم، ما حدش يحضن مراتي غيري. ومسك ايد ليا وشدها من حضنه وخدها في حضنه هو، وليا كانت هتموت من الكسوف. جلال والكل فضلوا يضحكوا عليه. بعد اذنك يا عم، ممكن تسيب لينا كمان؟ دي بنتي، انت لسه ملكاش حاجة فيها. ما هي هتبقى مراتي فيما بعد، لما تبقى بقى. انا سكت له بس علشان هي مراته. والله العظيم كده ظلم. انا مش راضي بالتفرقة العنصرية دي. طب اقول لكم، انا هخطفها ونرجع بعد سنة. طب اعملها كده وانا هاخدها وامشي. لا يا عم، انا بهزر معاه. كله الا كده. ايوه كده اظبط يلا. وانتي يا اختي حبيتي حضنه قوي؟ تصدق حبيته قوي. حضن انا احلى. ولا احترم نفسك، ولا اقولك غور من وشي. خلاص ما تزقش، انا ماشي اصلا. كلهم كانوا قاعدين بيضحكوا. بعد وقت كان جلال قاعد جنب مراته وماسك ايديها وبيتكلم معاها. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.